صاحب القصة بيقول: أنا رجل سوري، اسمي عبد الرحمن وبينادولي أبو محمود، عمري 37 سنة. أنا من مدينة حلب السورية. نحن عائلة بسيطة مكونة من 4 أشخاص، أنا وزوجتي وعندي ولد وبنت. ولادي كانوا صغار في المدرسة الابتدائية. المهم القصة صارت معي في عام 2007. كنت بشتغل في فندق في منطقة الجميلية في حلب، وكنت أداوم دوام ليلي من الساعة 12 في الليل لحتى الساعة 7 الصبح. وكان شغلي في الفندق هو إني أنظف الشقة وأرتبها بعد ما يسلمها الزبون ويروح، والشغل أبدا مو عيب. المهم وبيوم من الأيام يطلب مني مدير الفندق إني أطلع أنظف شقة رقمها 19 في الطابق الثالث. وأول ما وصلت للمصعد بدي أطلع على الطابق الثالث، ينفتح باب المصعد علي وأنصدم بمنظر خلاني فعليا أغيب عن الوعي. شفت جثة لشخص مقسوم بالنص، هذا الشيء اللي بتذكره، وأغمي علي. وأول ما صحيت أشوف 2 من الشرطة فوق راسي، أخذوني لمركز الشرطة وبدأوا التحقيق معي، وحكيت لهم إني ما بعرف مين هالشخص. فجأة انفتح باب المصعد وشفت هذا المنظر قدامي. الشرطة راجعوا كاميرات المراقبة وشافوا أن الرجل نفسه فتح المصعد وما عاد بين بعدها أبدا، لحد ما شفناه بهذا المنظر المريب. هذا يعني إني صارت معه الكارثة داخل المصعد، والمشكلة إن كاميرات المراقبة داخل المصعد فيها مشكلة وعم يصلحوها. وبعد تحقيقات الشرطة المستمرة اكتشفوا أخيرا لغز موت هذا الرجل الغامض. السبب هو خطأ فني. الرجل كان طالب المصعد بده ينزل للطابق الأرضي، وأول ما حط رجله بده يدخل المصعد ينزل المصعد بكل قوة ويقسم الرجل لنصفين ويموت بهي الطريقة. بيقول عبد الرحمن: أنا المنظر اللي شفته قدامي صدمني، وصرت بعدها أشوف كوابيس في الليل. وهون بدأت قصتي المرعبة مع الجن. اسمعوا معي. بيومها كنت في دوامي كالعادة، عم نظف ورتب الشقة بعد ما تركها الزبون، وبهي الأثناء يندق باب الغرفة علي. استغربت، توقعت يكون زميلي محمد، لأني أنا وزميلي محمد في نفس القسم، كل شخصين مستلمين قسم. المهم قلت: أيوة يا محمد ادخل. ما حدا يرد. طلعت برا، صرت أمشي في الكوريدور، ما في حدا. مين اللي دق الباب علي؟ ما أخذت الشي بالشي، قلت ربما أكون تهيألي. رجعت للغرفة وتركت الباب مفتوح، وأول ما بديت أشتغل وأنظف ولا فجأة يتسكر الباب علي بقوة. ارتعبت وفزيت من مكاني وصرخت من الخوف. سمع صوت زميلي محمد، راقد لعندي، قال لي: خير يا أبو محمود، شو عم يصير معك؟ ليش عم تصرخ؟ قلت له: والله يا محمد ما بعرف، في شي مو طبيعي. قال لي: خير شو عم يصير معك؟ قبل شوية محمد كنت مسكر باب الغرفة علي ومنظف وعم اشتغل، فجأة يندق الباب علي. قلت: مين؟ وما حدا يرد. افتح الباب، طلع ما شفت حدا. رجعت لشغلي وتركت الباب مفتوح، وفجأة الباب يتسكر علي بكل قوة. والله شي مرعب وخفت بصراحة. قال لي زميلي محمد: وكل الله يا ابو محمود، ما في لك الخير، الظاهر انت تعبان شوي. صاحب القصة بيقول: أنا رجل سوري، اسمي عبد الرحمن وبينادولي أبو محمود، عمري 37 سنة. أنا من مدينة حلب السورية. نحن عائلة بسيطة مكونة من 4 أشخاص، أنا وزوجتي وعندي ولد وبنت. ولادي كانوا صغار في المدرسة الابتدائية. المهم القصة صارت معي في عام 2007. كنت بشتغل في فندق في منطقة الجميلية في حلب، وكنت أداوم دوام ليلي من الساعة 12 في الليل لحتى الساعة 7 الصبح. وكان شغلي في الفندق هو إني أنظف الشقة وأرتبها بعد ما يسلمها الزبون ويروح، والشغل أبدا مو عيب. المهم وبيوم من الأيام يطلب مني مدير الفندق إني أطلع أنظف شقة رقمها 19 في الطابق الثالث. وأول ما وصلت للمصعد بدي أطلع على الطابق الثالث، ينفتح باب المصعد علي وأنصدم بمنظر خلاني فعليا أغيب عن الوعي. شفت جثة لشخص مقسوم بالنص، هذا الشيء اللي بتذكره، وأغمي علي. وأول ما صحيت أشوف 2 من الشرطة فوق راسي، أخذوني لمركز الشرطة وبدأوا التحقيق معي، وحكيت لهم إني ما بعرف مين هالشخص. فجأة انفتح باب المصعد وشفت هذا المنظر قدامي. الشرطة راجعوا كاميرات المراقبة وشافوا أن الرجل نفسه فتح المصعد
وما عاد بين بعدها أبدا لحد ما شفناه بهذا المنظر المريب. هذا يعني إني صارت معه الكارثة داخل المصعد، والمشكلة إن كاميرات المراقبة داخل المصعد فيها مشكلة وعم يصلحوها. وبعد تحقيقات الشرطة المستمرة اكتشفوا أخيرا لغز موت هذا الرجل الغامض. السبب هو خطأ فني. الرجل كان طالب المصعد بده ينزل للطابق الأرضي، وأول ما حط رجله بده يدخل المصعد ينزل المصعد بكل قوة ويقسم الرجل لنصفين ويموت بهي الطريقة. بيقول عبد الرحمن: أنا المنظر اللي شفته قدامي صدمني، وصرت بعدها أشوف كوابيس في الليل. وهون بدأت قصتي المرعبة مع الجن. اسمعوا معي. بيومها كنت في دوامي كالعادة عم نظف ورتب الشقة بعد ما تركها الزبون، وبهي الأثناء يندق باب الغرفة علي. استغربت، توقعت يكون زميلي محمد، لأني أنا وزميلي محمد في نفس القسم، كل شخصين مستلمين قسم. المهم قلت: أيوة يا محمد ادخل. ما حدا يرد. طلعت برا، صرت أمشي في الكوريدور، ما في حدا. مين اللي دق الباب علي؟ ما أخذت الشي بالشي، قلت ربما أكون تهيألي. رجعت للغرفة وتركت الباب مفتوح، وأول ما بديت أشتغل وأنظف ولا فجأة يتسكر الباب علي بقوة. ارتعبت وفزيت من مكاني وصرخت من الخوف. سمع صوت زميلي محمد راكد لعندي، قال لي: خير يا أبو محمود، شو عم يصير معك؟ ليش عم تصرخ؟ قلت له: والله يا محمد ما بعرف، في شي مو طبيعي. قال لي: خير شو عم يصير معك؟ قبل شوية محمد كنت مسكر باب الغرفة علي ومنظف وعم اشتغل، فجأة يندق الباب علي. قلت: مين؟ وما حدا يرد. افتح الباب، طلع ما شفت حدا. رجعت لشغلي وتركت الباب مفتوح، وفجأة الباب يتسكر علي بكل قوة. والله شي مرعب وخفت بصراحة. قال لي زميلي محمد: وكل الله يا ابو محمود، ما في إلك الخير، الظاهر انت تعبان شوي